طيب خليني نسأل سؤال بالمناسبة دي، ازاي ممكن تدير فريق كله ناس أقوياء؟ بمعنى ان ما ينفعش الفريق يبقى كله او يبقى راس حربة محتاج مدافعين، وكذلك خط وسط بمعنى انك محتاج سرعات مختلفة وجودة مختلفة. ازاي ممكن نوازن بين الحالتين؟ ده سؤال حلو قوي، سؤال حلو قوي قوي كمان، انا محتاج اجاوب عليه بصراحة. خد بالك، ان إدارة الفريق كله ناس مستواها مش اعلى حاجة صعب، ولكن الاصعب انك تدير فريق ناس مستواها كويس. والاصعب بقى من كل ده انك تدير فريق ناس مستواها كويس وهم عارفين ان هم مستواهم كويس. الموضوع بقى صعب. فبص، يعني اداره فريق بيحتاج توازن عموما، عامل زي مدرب الكوره كده. فانت بتحتاج تقلع العبايه بتاعتك ان انت كمدير، وتلبس عبايه الكوتش عشان تهندل فريق زي ده. اي فريق متكامل في الدنيا لازم يبقى فيه ناس متقسمه ومختلفه في المهارات. مش كل الناس هتبقى راس حربه، لان انت محتاج برضو مدافعين ومحتاج ناس خط نص وخلافه، عشان الناس دي كلها تكمل بعضها وتبدا تركز على نقطه محدده وهي نقط قوه الفريق. فانت اول حاجه محتاج تعملها انك انت محتاج تحدد نقط كل واحد في الفريق والمهارات بتاعته، وتركز ان الفريق كله مش نفس السرعه، وان الفريق كله مش لازم يبقى في الصف الاول. دي حاجه انت محتاج تاخد بالك منها كويس قوي. فمثلا في ناس بتتفوق في الابداع، ده راس حربة بتاعك. وفي ناس بتبقى شاطره في التنظيم والتخطيط، ده خط الوسط. في ناس بقى بتبقى شاطره انها تحافظ على اساس التيم والشغل القايم والكلام ده كله، ده خط الدفاع اللي هيحميك انك تقع. محتاج تاخد بالك من ده. مثال مثلا تاني، يعني او النقطه التانيه مثلا، ان انت محتاج تحدد الادوار واضحه لكل واحد بناء على مهارته. ما ينفعش كل الناس تشتغل بنفس الطريقه، لان مش كل الناس زي بعض، ومش كل الناس سريعه زي بعض، ومش كل الناس بتخلص حاجاتها زي بعض. فانت محتاج توضح الادوار بناء على كل واحد ومهارته بتتماشى معاه ازاي. ده جزء اساسي في نجاح الفريق. النقطه الثالثه هو انك تشجع على التعاون مش المنافسه. بمعنى خلي كل عضو يعرف ان الفريق بيكسب لما بنشتغل مع بعض. ما ينفعش واحد يشتغل لوحده وينسب البتاع لنفسه، النجاح لنفسه، ده هيعمل مشكله. وده بيجي انك بتعمل اجتماعات دوريه وبتوضح ازاي ان التاثير الايجابي في الغالب على التيم كله. وهي اللعبه، احنا هنلعب لعبه مع بعض، محدش هيلعبها لوحده. مفيش حد بينجح لوحده. لازم أن توضح ده، الموضوع ده صعب جدا بالمناسبه. الحاجه الرابعه انك محتاج توازن ما بين السرعه والجوده، وده تحدي كبير في فريق مليان ناس شاطره. التوازن ده بيجي انك بتبقى مرن في تقسيم الشغل. ادي المهام السريعه اللي يعرف يخلصها بسرعه، والمهام اللي محتاجه دقه للناس اللي عندها تركيز، لان مش كل الناس زي بعض. طيب فنفترض ان كل الناس زي بعض، جود فور يو، يعني ده حاجه شبه يعني قليله جدا هتحصل. بعد كده فكر في عمل حاجه اسمها نظام تسليم مرحلي، يعني كل واحد بيسلم يعني الشغل متقسم ان كل واحد يسلمه على حسب سرعته هو وعلى حسب الشغل اللي بعده ماشي ازاي، ودي بتحتاج مدير شاطر جدا. خمسة، بتقدم تحفيزات فردية ومشتركة، والمشترك قبل الفردي، دي مهم جدا. النقطة السادسة زي ما قلت في الأول،